بمجرد ما تسمع اسم رامبو بيجي في خيالك الشخص ده، واللي هو الممثل الايطالي سيلفستر ستالوني. لكن شخصيه رامبو الحقيقيه هو الجزائري احمد بن درميع، والمشهور احمد لمطروش، من مواليد سنه 1926 ببرج الغدير بولايه بوعريرج الجزائريه، واللي اتربى على القيم الاسلاميه. احمد ده كان جيش متحرك لوحده، لدرجه ان هم لقبوه برامبو الجزائر بعد قتل 611 خروف من قوات الاستعمار الفرنسي، واللي كان بيقاتل منفردا في جميع الاحيان، وحول حياه ضباط فرنسا لجحيم، لانه قام بتخريب المنشآت التابعه للجيش الفرنسي، ده غير المصانع والمزارع والقصور والمعتقلات. وقام بتصفيه الفرنسي سانتوس بير سنه 1957، واجبر المئات من جنود الاحتلال على الهروب من خدمته. وبعد ما تم اعتقاله وتم وضعه في سجن شديد الحراسه، قدر يهرب من السجن بعد 90 يوم، ورجع للجهاد مره تانية، واستشهد على ارض الصيف اثناء قتاله مع جنود الاحتلال، واللي كان بيحاربهم لوحده، وصفى منهم 30 خروف فرنسي قبل لقاء ربي سنه 1959.